يوجد عندنا تلقيح من الجدي البور الأصلي ب500 جنيه، حق المراعية والأكل فقط لا غير. المكان الجيزة، بلاد دكرور، شارع نايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الشعير وفوائد الشعير او تفله الشعير. في شعير وفي تفله شعير. الشعير ده طبعا تقريبا الكيلو وزن 15 و20 جنيه. الشعير الغله اللي هي اسمها شعير. طيب وفي ايه بديل ليها؟ تفله الشعير اللي هي النخاله بتاعته، الرده بتاعه الشعير. حلو الكلام؟ يبقى دي ب 15 جنيه اللي هو تقريبا الشعير، والنخاله بتاعته ب 3 جنيه. طيب ايه الاثنين يا عم احمد فوائدهم ايه؟ طبعا عايز اقول لك معادن عاليه جدا، سكريات عاليه جدا، وبيسيبك من ده كله ان هو بيحرق الدهون الزياده اللي عند الماعز. يعني ايه بيحرق الدهون الزياده؟ يعني الدهون الزياده اللي عند المعيز دي تعمل معايا مشاكل، تأجل معايا التلقيح، تجيب خلفه قليله. وتاني حاجه بيمنع لي مشاكل الكرش كلها. يعني بمعنى صح، ممكن لو عندك معزه كده وشميت ريحه بقها ممكن تلاقي ريحه بقها وحشه، يبقى كده الكرش فيه مشكله. لو بتاكل شعير باستمرار مش هتشم ريحه وحشه في فم الماعز بتاعتك. ليه؟ الكرش بتاعه هيبقى نضيف على طول، وده بسبب الشعير. والشعير طبعا عشان فيه الياف عاليه، فمن هنا بينظف معايا الكرش، بينظف معايا القولون، وبينظف معايا الامعاء كلها. وعامة لو في اسهال بيوقفه، لو في امساك بيظبطه. يعني ولا في اسهال ولا امساك بيظبط معايا الكرش الماعز، بيظبط معايا الامعاء. يعني لو ما بتاكلش شعير انت فايتك كتير من صحه الماعز. يعني انا بنصح اي حد متابعني يا ريت ياكل شعير بدل الذره، او شعير بدل الغله لو بيحط قمح، او مستغلي الشعير يجيب تفله الشعير اللي انا قلت عليها دي عامله 3.5، وهي هتحل المحل بتاع الشعير ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره تتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس زي يوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.